ولجنا منزل عائلة مغربية تقيم بمدينة بارما بمعية عبد الواحد فلاح، وهو مغربي يشتغل كمندوب لمركز الخدمات الاجتماعية والهجرة بجهة إيميليا رومانيا شمال إيطاليا. اختيار العودة نهائيا إلى المغرب ليس حلا مستبعدا لدى هذه العائلة، فالجالية المغربية لا تخفي قلقها حول الأوضاع المعيشية بإيطاليا جراء تداعيات الأزمة، إلا أن هذه العائلة وكبقية المهاجرين بهذا البلد تتساءل عن مستقبل أبنائها في حال اختيار الرجوع والاستقرار بالمغرب. خلي واحد يفكر يرجع لبلاده، يرجع ايش غادي يدير؟ ما عنده مدار عنده باش يدير مشروع. الوليدات قراو هنايا باللغه الايطاليه، لا رجعوا تما مشكل كبير بالنسبه لنا حنايا، ولينا تالفين. هذه العائله وهي وحده من العائلات اللي كنقابلوهم وكنزورهم باش نشوفوا شنو هما الوثائق اللي كيحتاجوا لها، وسورتو في هذه المرحله الصعيبه اللي كتمر بايطاليا عامه وخصوصا بالمهاجرين المغاربه. ما عندهم حتى حل في المغرب، لان ما عندهم حتى مدخول. الناس مشات للمغرب وعقبت لقات المشاكل وعقبوا رجعوا لهنا، والناس باقا دابا في المشاكل، باقي حتى حل ما كاين. كاينين الناس اللي محنين بزاف. بالنسبه للدراري تا هما تمحنوا وبقاو تيبكيو فاش دخلوا للمغرب وما قدروش على الحياه تما، لان الدراري زايدين هنا وكابرين هنا. أبناء الجالية المغربية بإيطاليا باعتبارهم الجيل الثاني أو الثالث من الهجرة بدورهم يتساءلون عن مصيرهم سواء هنا ببلد الإقامة حيث انعدمت فرص الشغل، أو في حال الرجوع إلى المغرب رفقة عائلتهم. بالنسبه للازمه اثرات، كاين بزاف ديال الناس اللي ما بقاش عندها خدمه وجالسين، ولكن شنو هو البديل؟ نرجعوا للمغرب. شنو عندنا ما نديروا في المغرب؟ اللي موفر شي حاجه وعنده مثلا واحد شويه راس المال ما كاين باس، هو اللي ما عندوش. الازمه كاينه والخدمه ناقصه، ولكن اللي خدام راه مزيان، اللي ما خدامش ما عنده ما يمشي يدير في المغرب، لان كما قال لك الاخ ما كاينش البديل. البديل بحثنا عن تفاصيله ببلدية بارما بمدينة المواطنة والاندماج. الخدمات الاجتماعية تطال عدة نواحي من حياة المهاجرين. من المعلوم أن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل سلبي على المعيش اليومي للمهاجرين. لم ندخر أي جهد لتقديم المساعدة الاجتماعية خصوصا للجالية المغربية والألبانية الأكثر تضررا. عمدة مدينة بارما بدوره يؤكد أن الحلول الممكنة يجب إيجادها بالتعاون مع المؤسسات المغربية المعنية بالمهاجرين. نحن هنا داخل بلدية بارما نقدم مساعدات لجل الأطياف المتعددة من العائلات المهاجرة. بالنسبة للحلول نحن مستعدون للتعاون والتنسيق مع بلدكم للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة للقاطنين هنا بالمدينة. الخدمات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين المغاربة هنا بمدينة بارما بجهة إيميليا رومانيا قد تضاعفت وثيرتها في السنوات الأخيرة. مغاربة يتحدث لسان حالهم عن أزمة خانقة قد تدفع بغالبيتهم إلى مغادرة إيطاليا. فحسب إحصائيات غير رسمية فإن ما يربو عن 120 ألف مغربي قد غادروا الأراضي الإيطالية صوب بلدان أوروبية أخرى أو للاستقرار نهائيا ببلدهم الأصلي المغرب.